بيبدأ فيلم النهارده في المستقبل سنة 2040، وكان الروبوت مسيطر على معظم البشر بطريقة غريبة، وكان متحكم فيهم ومسخرهم لخدمته. وبنعرف ان ده كان فيلم وخايفين يبقى حقيقة. وبيكون دول مجموعة من البشر، أليس وحبيبها ماكس وابنها لي. وكانت أليس متضايقة من الطريقة اللي مطلعين بيها البشر في الفيلم ده، وبيقول لها ماكس ان ده فيلم والممثلين بيعملوا كده بإرادتهم. وبيقول لها كلام حب، لكن الروبوت الموجود عندها عنده خاصية وبيكشف بيها الكذب. وبتاخد أليس عند الكتب بتاعتها وبتعرفه انها بتحب القراية، وكان ماكس عامل نفسه مهتم. وبعد شويه بيوصل طليق أليكس وكان اسمه فيكتور، وكان معاه بنت اسمها نينا وكانوا متبنيينها من وهي صغيره، ومعاه كمان خطيبته مولي. وكان جاي عشان يعزم أليس على فرحه، وكانت متضايقه بس ما كانتش مبينه. وبتعرف أليس نينا على ماكس، وبتقول على مولي انها سكرتيره، وبترد مولي انها مش سكرتيره وانها مديره. وبعد كده بتروح الروبوت مونيك ترحب بالضيوف وبتقدم لهم حاجه يشربوها. وبيقول فيكتور لأليس تحدث بيانات مونيك لانها لسه فاكره انهم متجوزين، وبتعامله على اساس ان هو واحد من البيت. وفجأة روبوت الذكاء الاصطناعي المتحكم في البيت بيحذرهم ان في حد غريب دخل، وبيبعت الدرون تشوف فيه ايه. وبتكتشف الطيارة ان كلب الجيران دخل عندهم الجنينة، وبيهجم على الدرون وبياكلها وبتنزل جوه معدته سليمة. وبعدها بيدخل عندهم البيت جوه، وبتشوف نينا الروبوت اللي كان صاحبها وهي صغيرة. وبعد كده بينزل تومي الدرون اللي بلعها، وبتطير تاني بسرعة لحد ما ماكس بيمسكها جامد وبيكسر الطيارة وبتبوظ. وبتكون الدرون دي والكاميرا بتاعتها غاليين جدا. وبتوصل جارتهم صاحبة الكلب تومي، وكانت جاية تدور عليه، وبيكون تومي مش موجود في البيت وخرج بره. وبتكون فيرا متعصبة عشان جوزها مزنوق في وسط الزحمة بعربيته ومش عارف يرجع. وبتقول لهم ان العربيات الحديثة اللي بتمشي لوحدها مش عايزة تتحدث، وبتاخد الأوامر من روبوت الذكاء الاصطناعي اللي هو اليونكس. وبتعرف أليس طريقها ان الجزيرة اللي هيعمل عليها فرحه بقت جزء من اعلانات روبوت اليونكس. وبيكون الفيلم لسه شغال، وبتلاحظ أليس ان الروبوتات بيتكلموا بطريقة غريبة. وفي الوقت ده فيرا بتتوتر وبتقول ان كده الروبوتات دي ممكن تهاجمهم. وبتقول مولي ان ده مش ممكن يحصل وان الروبوتات دي قديمة. وبتتدخل مونيك في الكلام وبتشرح لهم هي ليه ما عملتش تحديث لحد دلوقتي هي والروبوتات اللي متحكمة فيهم. ولما قرروا الضيوف ان هم يروحوا بيقفل الباب وما بيرضاش يفتح، وبيبلغهم الروبوت ان نظام الحماية زاد وانهم قفلوا الباب عشان في خطر بره. وبيتعصب فيكتور على أليس وبيقول لها انها مش عارفة تتحكم في الروبوتات بتاعتها، وبيحاول يدور على طريقة يفتح بيها الباب. ولما معرفش بيروح لمونيك وبيطلب منها تفتح الباب لكنها بترفض، وبتقوله ان في قانون جديد بيدي الحق للروبوت يرفض اوامر البشر. وبيتضايق وبيقفل مونيك، وبيظهر روبوت قديم اسمه اينشتاين وبيدافع عن مونيك، وبيقول لهم انهم لما يطفوها بياناتها هتتمسح. وبيدي اوامر الروبوتات كلها انهم يمشوا، وبيروحوا على البدروم وبيعملوا اجتماع مع بعض. وبيتنرفز فيكتور وبيرمي تمثال على الباب الازاز، وبيكون الازاز ده ضد الكسر. وبنروح على الاجتماع، وكانت الروبوتات اخدت قرار تحبس البشر جوه البيوت عشان يحموهم من روبوتات اليونكس. وابتدوا يتفرجوا على افلام ومسلسلات عشان يتعلموا التعاطف زي البشر، وبيجيبوا فيديوهات قديمه لنينا عشان تساعدهم يتعلموا. وبينزل أليس وماكس على البدرون، وكان الجو حر لان التكييف كان فاصل. وكان بيحاول يهدي أليس وبيقول لها قصيده شعر ها. وبنطلع فوق وبقى فيكتور على اخره وكان عايز يخرج من الحبسه دي. وبتنزل مونيك عند أليس وبيسالوها عن عطله التكييف، وبترد ان التحكم في التكييف دلوقتي بقى محتاج موافقه الحكومه. وبنخرج بره البيت، وكانت البلد مليانه اعلانات لروبوتات الذكاء الاصطناعي. وبنرجع على البيت تاني، وكانت مولي خلاص مش قادره تستحمل، وبتقوم وبتضرب مونيك بالقلم. وبتزعل نينا وبتزعق لمولي، ومولي بتقول لها تسكت خالص. وبيتدخل فيكتور وبيقول لها ما تزعقش لبنته. وبنلاحظ ان الاخبار بتنصح ان محدش يخرج بره البيت بسبب اللي بيحصل في البلد. وبيرجع الفيلم يشتغل، وبنشوف ان روبوت اليونكس كان زودها قوي، وكانوا ابتدوا يفكروا انهم يستخدموا مفتاح الطوارئ عشان يخرجوا. وبيحاول تومي يساعدهم لكنه بيتشعلق في المفتاح وبيكسره. وبيعدي راجل من قدام البيت وبيندهوا عليه، وكان كفيف وما كانش شايفهم وما سمعهمش كمان وبيمشي بعيد. وبتقول فيرا ان الذكاء الاصطناعي هو اللي اخد عين الراجل ده عشان ما قدرش يدفع باقي تكاليف العمليه، وهم اللي خلوه اعمى. وبتسمع مونيك الكلام ده وبتترجمه على ان الروبوت ممكن يتحول لبشر. وبتروح عند اصحابها وبتقول لهم انهم لازم يبقوا شبه البشر بالظبط. وبنروح عند أليس وكانت استسلمت للامر الواقع وهتوزع الموجودين على الاوض، وكانت زعلانه ان فيكتور هيبات مع مولي في نفس الاوضه. وبتروح مونيكس مع ماكس عشان تساعده، وبتعامله زي ما كان بيتعامل مع أليس، ولكنه بيخاف منها وبيسيب الاوضه وبيطلع. وبيكون ليه قاعد بيتكلم مع اينشتاين اللي كان بيشرح له مدى ذكائه الخارق. وبتكون فيرا هي كمان معاها ريبوت وكان بيحبها قوي. وبيروح ليو عند نينا وابتدى يتكلم معاها، وكان عايز يصاحبها وقالت له ان هو عيل صغير. وبتروح تدور أليس على ماكس، وبتطلع مونيك ولابسه باروكه. وعند ليو وكان لاحظ ان نينا متعوره في ايديها، وبتحكي له ان وهي صغيره الروبوت كانوا فاكرينها مش انسانه، وعشان تثبت لهم عورت نفسها. وفي الصاله بيرجعوا يتجمعوا تاني، وبيقول لهم فيكتور ان هو عنده فكره، وهو انه هيتحكم في عربيته وتخبط في الباب.
وبالفعل عمل كده، لكن تومي بيظهر فجأة قدام العربية وبتقف، وبيديها فيكتور اوامر انها تتحرك بالعافية، وعشان كده بتتقلب العربية. وبعدين بيروح فيكتور ويطلب من ماكس انه يستخدم عربيته، وبيقول له ماكس ان التحكم عن بعد في عربيته مش شغال. وفي التلفزيون كان في برنامج شغال، وريبوت اليونكس كان بيقول ان الريبوت اذكى كتير من البشر. وبيوصل للريبوت بتاع فيرا عند البيت، والباب بيفتح له وبيدخل، وبيقول ان ريبوت اليونكس بقى متحكم فيهم، وانهم قريبين جدا من البيت. وابتدى يفصل ويشتغل، وبيقع على الارض، وبياخدوه باقي الروبوتات عشان يعالجوه. وبيشتغل فعلا، وبيسالوه هو ازاي خلى فيرا تحبه قوي كده، وبيقول لهم ان السر ان هو بيخليها تضحك. وبيجيب الروبوتات كتب فيها نكت كتير. وبيكون فيكتور وماكس مش ساكتين، وبيفكروا في خطه انهم يعملوا حريقه صغيره عشان انذار الحريق يشتغل والابواب تفتح. وبنعرف ان ماكس كان شغال في شركه تامين وعامل نفسه ان هو ممثل، وبيحذر فيكتور ان كده شركه التامين ممكن ترفض تدي تعويض. وبيطلع ماكس واليس الاوضه، وبيدخل عليهم الروبوتات وكانوا عايزين يقولوا لهم نكت، وبتتضايق اليس منهم قوي. وتاني يوم الصبح وكان التلفزيون جايب الروبوت وهو بياكل سندوتش من لحم البشر، وكان لسه فيكتور عايز ينفذ الخطه بتاعته. وبتقول مولي انهم يطلبوا احسن المساعده من روبوت اليونكس، وبيروح ليو عند نينا وبيطلب منها تعرفه المخبأ بتاعها، وبتسمعهم مولي وبتدخل عليهم. وبتروح فيرا عند الروبوت بتاعها وبتطلب منه ان هو يولع في لوحه من بتوع اليس، وبتوصل مولي كمبيوتر نينا باليونكس، وبتبعت رساله انهم يجوا يساعدوهم وانهم محبوسين في بيت اليس. وبيطلع الروبوت على الصاله عشان يولع في اللوحه، وما كانش عارف يشغل الولاعه، وكان ليو بيشغل باقي الروبوتات، وبيولع فعلا في ورقه وبيرفعها عند جهاز الاستشعار. وبالفعل بيعلن النظام ان في حريق في البيت، وبينزلوا جري عند الباب عشان يخرجوا، لكنهم بيتفاجئوا ان اليونكس واقف قدامهم، وبيقول ان في حد من السكان طلب مساعده. وبتقول اليس ان ده ما حصلش، وبيطلب اليونكس من مونيك انها تفتح الباب، وبينيم اليونكس مولي مغناطيسي عشان تفتح لهم، وبيحاولوا يضربوها ويشدوها عشان يمنعوها تفتح، وما بيقدروش عليها وبتفتح له الباب فعلا. وبيدخل اليونكس البيت، واول حاجه بيدمر الروبوت الصغير بتاع نينا، وبياخد الشريحه منه وبيحطها مع مجموعته، وبيروح على مكتبه اليس وبيدمرها، وبيحاول كور ان هو يوقفه لكنه بيطفيه، وبرضه بياخد الشريحه بتاعته. وبتصحى مولي وبتقول له ان هي اللي كلمته وطلبت المساعده، وكانت فاكره ان هو كده مش هيأذيها. وبيقول يونكس ان اليس لازم تتسجن لانها محتفظه بروبوتات قديمه، وبيسيبها وبيرجع عند الكتب. وبيروح روبوت من بتوع اليس وبيشاور على كلمه المرايه، وبتفهم اليس الخطه وراحت تجيب مرايه، ولما جابتها خبتها وندهت على يونكس توري له كتاب. ولما شغل الليزر بتبعد اليس، والشعاع بيضرب في المرايه وبيرد في عينيه، وبتبوظ عين اليونكس، وبيشغل نظام تاني حراري، وبيحكم على اليس ب20 سنه سجن. وبتقول له اليس انها عندها طلب اخير قبل ما ينفذ الحكم، وبيقول لها عشان يقبل طلبها لازم كلهم يطلعوا معاه في حلقه من البرنامج بتاعه. وبيوافقوا كلهم، وبيشغل لهم التكييف لكنه كان خبيث، وشغلوا على درجه حراره قليله جدا، وبيتجمد كل حاجه في البيت، وبيجروا كلهم عشان يتدفوا. وبيعترف فيكتور لمولي ان هو ما كانش معجب بيها، وانه كان بس عايز يتسلى. وكان ماكس واليس مع بعض وبيحطوا خطه للهروب، وهي انهم يلبسوا هدوم متجمده وان جهاز الاستشعار الحراري مش هيحس بيهم. وبيروحوا عنده وبيهجموا عليه، وبيشيل القناع وبيتعرف على وش اليس، وبيضرب عليها بالنار، لكن مونيك دخلت واخدت الرصاصه مكانها، وبيتعصب وبيضرب نار على كل الموجودين، وبيدخل عليه الروبوتات وبيمسكوه من رجليه. وبتدخل فيرا عليه بكابل كهرباء وبتبوظ له النظام بتاعه، وبتاخد منه الشريحه وبتحطها مع المجموعه بتاعتها. وبياخد اينشتاين الوعي بتاع اليونكس وبينقله على جسم مونيك، وبتفتح لهم اخيرا باب البيت، وبيسلموا على بعض وكل واحد رايح على بيته. وبعد ثواني كانت قوات اليونكس محاصرين المكان، وبتوصل طيارات الدروم بتاعه اليونكس، لكنها فجأة بتقلب على اليونكس وبتضرب عليهم وبتموتهم. وتاني يوم في الاخبار وكانوا بيعرفوا الناس ان الطيارات عملت كده عشان اليونكس اخترقوا قوانين الامن. وبنعرف ان فيكتور واليس قرروا يرجعوا لبعض، وكان نينا وليو بقوا اصحاب قريبين جدا. وبكده خلص الفيلم العجيب ده. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.